بجرونوف وانت رايح تعمل معاهم سياحه. انا مش عاوز اخرج من الموضوع اللي انا جاي عشانه. انت بتتكلم صح. يعني اذا كنت انت النهارده عاوز تبين لمصر صوره كويسه فتروح تبين لمصر دي صوره كويسه، مش تروح تقول لهم عندي ناس بتضرب بالجرونوف وعندي ناس في مكان مهم جدا في مصر زي بورسعيد. صحيح. ده انا اقدر اوصله له عشان ما اخرجش من القضيه، عشان انا لو الواحد لو اتكلم مع الاخوان المسلمين مش هيخلص يعني. ادينا فكره كده. لا يا استاذ محمود ممكن انا اديك فكره بس احنا بقالنا 8 اشهر دلوقتي في حكم الاخوان المسلمين. والله انا ما حسيتش اللي في رئيس جمهوريه لغايه دلوقتي جنه. ها؟ ما حسيتش اللي في رئيس جمهوريه لغايه دلوقتي جنه. بس انا كل الناس انا على فكره ما انتخبتش حد، بس كل الناس كانت متوقعه اللي الدين والشرع يحكمنا، لكن دي جمعيه يا استاذ محمود اللي بتحكمنا. جمعيه مش دين وشرع. لو دين وشرع صدقنا يا استاذ محمود كنا هنعيش في امان وهيقول لكل مؤسسه في جمهوريه مصر تتقي الله في الشعب. بس كل مؤسسه، مش شرط الداخليه، مش شرط القضاء، مش شرط اي حاجه، لان ما في زي ما في القضاء كويس زي ما في وحش، زي ما في الداخليه كويس زي ما في وحش، زي ما في الشعب وحش وحلو. طيب قول لي بورسعيد ازاي تسترد حقها بعد الاحكام اللي طلعت اخيرا دي؟ يعني قول لي انت راجل بورسعيدي وراجل يعني واضح على وشك الصلاح، وربنا يدي لك الصحه والعافيه ويقويك ويهدينا ويهديك. يعني ايه حق الشهداء يا استاذ محمود؟ الناس اللي ماتت دي اول حاجه، اول مطلب لاي طفل، مش لراجل في بورسعيد، لطفل. حق الناس اللي ماتت دي تجيب الناس اللي قتلتها ونحاسبها، وحق الناس اللي اتحبست. انت عارف ان اللي قتلوهم الداخليه؟ الداخليه يا استاذ محمود. انت ما عندكش شك خالص؟ ما فيش شك يا استاذ محمود اللي يكون داخليه دي يا استاذ محمود اللي قتلت الناس. في فيديوهات يا استاذ محمود ازاي على جميع القنوات وهم بيضربوا فوق السجن. يعني ما لو طب يعني يا استاذ محمود يعني احنا بس البورسعيديه اللي هنصدق نفسنا ومصر مش عايزه تصدقنا؟ لا احنا مصدقينكم. مفيش مصر، انتوا مصر. ايه ليه بتفرق؟ ما تفرقش. لا يا استاذ محمود، ما هم فرقوا. انتوا مصر. لا هم بدليل هم يفرقوا زي ما هم عايزين، بدليل بس احنا ما نفرقش يا عادل. احنا ما نفرقش، احنا بورسعيد مصر. بقى يا يعني استاذ محمود بدليل النهارده الناس اللي ماتت دي اتقال عليهم بلطجيه. هل هم بلطجيه؟ لا طبعا. طب انا هساله سؤال بس، يعني اللي قال هو بلطجيه او اللي قال بيضربوا بالجرنوب ده تعرفهم؟ شفتهم؟ ده كل واحد في عنده طفل يا استاذ محمود. يعني انا تامر عوض فحله ده من اعز اصدقائي وصاحبي ده راح في ده مات، اكل 3 طلقات. 3 طلقات. انا اقول لك على حاجه يا استاذ محمود بس، لكن اول ناس النهارده اتصلت بيا بركلي بالبراءه هو اخوه. اول واحد اتصل بيا قال لي 1000 مبروك. اخوه. وقال لي كان نفسي تامر يكون معانا عشان يحضر فرحته بك. حقه عند مين يا استاذ محمود؟ انا هسالك، حقه عند مين ده؟ حقه عند مين لما واحد يموت وعنده طفله متعلقه بيه او بحياته، هو نازل اللي راح يشتغل منعوا الشغل فراح مات، حقه عند مين؟ ده راجل راح شغله، ولا راح بقى يضرب، ولا راح يلق، ولا راح يعمل حاجه، ولا راح ماتش الكوره يشجع، ولا راح يشتم عند اسم، ولا عند الاتحاديه، ولا عند محمد محمود، ولا عند الحاجات دي كلها. ده راح شغله ومات. واحد راح النادي بتاعه مات. واحد واقف حب استطلاع مات. راجل عاجز بعربيه اكل كام طلقه والحمد لله ما ماتش. حق عند مين يا استاذ محمود؟ لا هو حس او اي انسان او مسؤول قبل ما يتكلم على انسان بلطجي او انسان مات، زي ما احنا كلنا حزننا على 73 اللي ماتوا في الاول، وكلنا كنا نتمنى نلاقي اي واحد من اللي عمل حاجه زي كده او نعرف دليل على كده ونسلمه بايدينا. النهارده احنا بنموت ولا حياته لمن تنادي، محدش بيسال عننا. يا استاذ محمود انا كل اللي انا اقدر اوصله لك، واضح انك حاسس بظلم جامد قوي يا عادل. يا استاذ محمود احنا عشنا 13 شهر في مرار. انا اولادي النهارده عارفين يعني ايه الحبس، وعارفين يعني ايه واحد يتمسك، وعاوزين وهم في تانية، بنت في تانية ازهري وابن في تانية حضانه. يعني مش ازاي ما اعيش بظلم، ولما اشوف صاحبي وحبيبي مات قدام مني، ازاي ما فيش ظلم يا استاذ محمود؟ وتقول لي في رئيس جمهوريه وجاي تقول لي في داخليه؟ فيش يا استاذ محمود الحاجات دي موجوده. صدقني يعني يا استاذ محمود كميه الظلم اللي الواحد عاشها فظيعه جدا، محدش يتخيلها. لان النهارده لما اشوف واحد صاحبي وانا ما عرفتوش الا بعد احداث الماتش واخد اعدام،
انسان ماشي على الارض ومحكوم عليه بالاعدام يا استاذ محمود. ده مقبوض عليه ولا هربان؟ ده هربان. هو وكم واحد يعني انا عرفتهم كده، واحد ملحن بيعمل اغاني النادي المصري اخذ اعدام، وواحد ملوش في اي حاجه الا يروح يشجع النادي المصري اخذ اعدام. تتخيل يا استاذ محمود لو انسان ده بلطجي فعلا او راجل قتال قتله واخذ اعدام، هيبقى يعمل ايه؟ هيمشي يعيش وسط الناس؟ مش هيمشي يعيش وسط الناس ابدا، هيتجه اتجاه واحد. انا النهارده راجل محكوم عليا بالاعدام، فاعمل اي حاجه مباحه ليه. محدش هيلومني. خلاص. اللي هيلوم حد هيلومني؟ ده خلاص محدش هيلومنا يا استاذ محمود. هتبقى قنبله. لكن هو عايش وسط الناس، الناس بتصبره، لان هو اصلا من جواه او هم جواهم مش الحاجات دي كلها. بيبقى يا استاذ محمود الناس دي انا بشوفها بيبقوا النهارده فرحانين جدا الناس دي طلعت. يعني فرحانين ومبسوطين ان الناس دي طلعت. فالنهارده لما تيجي تقول لواحد ان شاء الله الف مبروك، يقول لك لا انا عاوز حق اللي مات. الف مبروك، يقول لك لا والله انا عاوز بس الناس اللي محكوم عليها بالاعدام ده الحقيقه تظهر وتبان ويطلعوا. يا استاذ محمود ده في ام ابنها اتاخد من عند سينما مصر كده. يعني سينما مصر؟ مسافه بينها وبين الاستاد. اتاخد اصله شكله ما كانش عاجب الظابط اللي اخده. بقول له اصل انت عمال تبص لي كده، اول ما ركبه قال له اصل انت عمال تبص لي كده يعني. اخده النهارده اخد 5 سنين يا استاذ محمود. خد 5 سنين؟ اسمه احمد عادل. ملوش دعوه بحاجه خالص. اصغر واحد اخد 5 سنين وملوش دعوه باي حاجه، ملوش دعوه بقصه. واحد كان حاضر فرح اخته ومتصور في فرح اخته واخد تقريبا 15 سنه او 25 سنه. وقبضوا عليه في الفرح؟ لا بعد الفرح اتمسك ببدلته بحاجته بكل حاجه. يعني هي الداخليه لفقتها وظبطتها واكلتها وشربتها للناس. عاوز بقى تقول لي ضرب تاني زي ما حصل في سينا او في العريش، تالت عشان اشيل حاجه عقبه قدامي اقوم عامل له فحره؟ دي حاجه ترجع لهم بقى، النظام اللي ماشي او اللي قبل كده او حاجه زي كده. مش هلوم اي حد، بس انا هلوم على الناس اللي ظلمتنا كلنا وظلمت شعب بورسعيد كله. قالت قتل وقتلوا ولما احنا متنا ما حدش عاوز يعترف بواحد شهيد. لا احنا كلنا معترفين، سيبك ان في واحد مش عايز يعترف بيهم. ماشي، ما هو ده الواحد. الشعب المصري كله معترف انهم شهداء، في واحد بقى تاني مش عايز يعترف بيهم. فين حقهم يا استاذ محمود؟ فين حق الناس اللي اخذ اعدام دي؟ الناس اللي اخذ اعدام دي ممكن تعمل كارثه لمصر كلها. الناس اللي اخذ اعدام دي لو هي وحشه هتعمل كارثه في مصر كلها. ممكن يعملوا يتخيلوا ان هم يعملوا اي حاجه يردوا اعتبارهم قدام الناس قدام العالم ده كله. انت يعني يا استاذ محمود انت مش متخيل واحد اخذ اعدام. لا متخيل ازاي يعني؟ مش يعني واحد اخذ اعدام قدام حضرتك ده هيعمل ايه؟ والنهارده بعد 13 شهر جاي يقول لي انت براءه وده براءه وده اعدام وده اعدام وده اعدام وده مات وده مات وده مات وده مات. استاذ محمود بورسعيد عايشه في حاله ما تتخيلهاش. يعني انا وانا جاي اكني طالع من فلسطين. كل دبابه في كل شارع وكل مكان في شارع. احنا عندنا استعداد ان احنا نحمي بلدنا واكتر من بلدنا كمان. لكن احنا تعاطفا مع الجيش وحبا في الجيش سايبين الجيش. لان هم مننا والداخليه زيها مننا، بس كل منظومه وليها فكر. فانا ما اقدرش اوصف لك يا استاذ محمود الحزن اللي جوانا. طب انا عايزك تقول كلمه اخيره لي منك للمسؤولين في مصر. اختار المسؤولين اللي انت عايز تكلمهم وقول لهم كلمه من قلبك كده. يعني قلب شعب بورسعيد كله ممثل فيك، لان انت راجل مؤذن، ويجعلك الله من المؤذنين اللي هم اطول الناس اعناقا يوم القيامه. والله يا استاذ محمود اي عمل في الدين الانسان بيعمله فبيبقى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فالواحد بيتمنى اللي يبقى حتى يعني في قرب بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو يرحمنا برحمته زي ما ربنا نجانا. انا عايز منك كلمه للمسؤولين. والله للمسؤولين، واختار المسؤول اللي تعجبك وكلمه. انا مش هتكلم مع القضاء، يعني انا حته لا القضاء ما نتكلمش عنه. انا بصراحه مش هتكلم. لان انت قلت نقطه مهمه دلوقتي ان القضيه اتلفقت. يعني القضاء بيحكم بالورق. القاضي جاله 1 2 3 ورق قدام منه، فهو الراجل بيحكم على الورق اللي قدامه. تمام. لكن انا بس يا استاذ محمود انا هود اوجه كلمتي لرئيس الجمهوريه. طب قول. هساله سؤالين بس. السؤال الاول، حق الناس اللي ماتت دي في رقبتك انت ولا في رقبه مين؟ لو في رئيس جمهوريه تاني قول لنا احنا نروح له او نوصل له صوتنا. حق الناس اللي ماتت دي فين؟
ده رئاسة. السؤال الثاني برضه رئاسة الجمهورية، الداخلية اللي قتلت الناس دي هتتحاسب ولا مش هتتحاسب؟ لو مش هتتحاسب انا ممكن اقولها والناس تزعل مني والله. لا قول يا عادل. يبقى عصر حسني مبارك كان افضل بكتير، على الاقل ما كناش بنشوف الناس اللي بتموت دي، كان في ظلم وفي غلاء وفي كل حاجه، بس كان في مسكنات للناس. احنا ولا عدل لاقيين مسكنات للناس ولا ما لاقيين عدل من الناس. شوف الاخوان وصلونا لايه، شوفوا الاخوان وصلونا لايه. من شيخ عادل الراجل الصالح السلفي اللي هو كان من الناس اللي هي كانوا يتخنقوا في عهد حسني مبارك، بيتخنقوا السلفيين كانوا مخنوقين كلهم، ومع ذلك يرى انه حاجه بيقولها وهو متضايق وهو متضرر، انه الاخوان وصلونا ان احنا بنقول ان حسني مبارك بكل كوارثه حكمه يعني كان ارحم من الحكم الحالي. اشكرك يا عادل. عادل مشهور بحاحه. اشكرك يا حاحه، متشكر جدا جدا جدا. ربنا يخلي لك ولادك وربنا ينصر اهل بورسعيد ان شاء الله. والله يا استاذ محمود انا ده شرف لنا. ربنا ينصرهم ان شاء الله.